السلام عليكم، مرحبا بكم اليوم معنا في قناة وصفات سكينة. اليوم تنقترح عليكم غريبة بالجوز او القرقاع، كتجي محلكة وزوينة بزاف. الى عجبكم فيديو ما تنساوش توصلوا لاكبر عدد من اللايكات وتبارطاجيو مع الاحباب والاصدقاء ديالكم باش تعم الفائدة، وتشاركوني اقتراحاتكم وارائكم. الا كنتو اول مره كتزوروا القناه، ضغطوا على زر الاشتراك، ابونيو وسبسكرايب وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد من مطبخي. ودابا غادي نخليكم مع مقادير وطريقه تحضير وفرجه ممتعه. بالنسبه للمقادير ديال هاد الغريبه، غادي نحتاجوا لها 200 غرام ديال الجوز او الكركاع، 100 غرام ديال البودره ديال اللوز، يا اما تحضروها في الدار ولا تشريوها جاهزه. عندي 150 غرام ديال السكر سنيده، بيضه، نص كيس ديال الخميره ديال الحلوه، قشره حامضه، نص معلقه صغيره ديال القرفه، وشويه ديال الملحه. اول حاجه غادي نبداو بها هي الجوز. غادي ناخذوه غادي نوضعوه في الفران، نشعلوا عليه الفران كي يكون سخون، نشعلوا عليه ونطفيوه وندخلوه باش يحيد منه ديك الرطوبه، ونزولوا منه القشره اللي كتكون فيه. هي ما غتزولش كامله، ولكن القدر اللي غادي تحيد نزولوها باش ما كتعطيناش المروره في الحلوه. دابا غادي نضيفوا له السنيده وغادي نطحنوهم مع بعض، غير شويه نطحنوهم، غير شويه، ماشي تيتعجن، غير شويه ونطلقاو. فاش كنطحنوه كنحصلوا على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا، ما كنطحنوش بزاف حتى كيتعجن. ودابا غنضيف له بودره اللوز. انا خديت اللوز وطحنته بالقشره ديالته، اللي ما كتعجبوش القشره يحيدها، اولا يمكن لكم تاخذوا لي زامونط ايفيلي ديروهم شويه في الفران وعاد هذيك الساعه طحنوهم. وغنضيف ليه نص معلقه صغيره ديال القرفه، قشره ديال الحامضه محكوكه، وغادي نديرو شويه ديال الملحه، وغادي ندير نص كيس ديال الخميره ديال الحلوه. بالنسبه للبيض راه على حسب الخليط، تقدروا ديروا بيضه تزيدوا اولا تنقصوا، المهم القياس اللي غادي يجمع لكم الخليط. دابا غادي ناخذ بيضه وغادي نخلط الخليط ديالي ونشوف واش غادي تقدني في هذا الخليط هذا. خاصنا نحصلوا على واحد العجين اللي تكون خفيفه. صافي هانتوما كيفاش كتشوفوا معايا منين كيتجمع الخليط. صافي انا الخليط ديالي هو هذا، ما غاديش نحتاج نزيد مازال وبيض. صافي دابا غادي نصنعوا من العجين ديالنا كويرات. بعد ما كنكملوا العجين ديالنا كنجمعوها كنصنعوا منها كويرات، وكنديروا ايدينا في مزهر وحنا كنكورو، ومن بعد كنوضعوه في سكر ثقيل وكنفندوهم كاملين ونحطوهم في الطاوه على هذا الشكل هذا، ونزينوهم بحبات ديال الجوز او اللوز على حسب اللي متوفر عندكم. ودابا غادي ندخلها للفران اللي مسخن من قبل، تقريبا من 5 حتى ل 8 ديال الدقائق، ونخرجوها ما نخليوهاش طيب بزاف باش ما تجيناش ناشفه. الشكل النهائي ديال غريبه محلكه بالجوز كتجي على هذا الشكل هذا بعد ما كطيب وكنخرجوها من الفران.
كنخليوها حتى كتبرد تماما، ما كنقيسوش فيها، واحد كتقدم بالصحه والراحه. نتمنى انكم تجربوها واكيد تروقكم وتلقى استحسانكم ان شاء الله. ما تنساوش دعموا القناه بلي لايك وبلي بارطاج وتابعوا جديد وصفاتي. دمتم في رعايه الله والى وصفه جديده من وصفات سكينه.